بسم الله الرحمن الرحيم. آه، انت عارف في الشغل من اهم الحاجات اللي انت لازم تركز فيها الوضوح والصراحة. الوضوح والصراحة دول من اسباب النجاح الاساسية اللي ممكن تضمن لك ان انت توصل لاعلى المناصب. زمان كان حصل لي كده تجربة ان انا كان في بوزيشن كنت محتاجه. كان في بوزيشن انا محتاج حد يجي يشتغل فيه. مهم جالي سي في، قريت السي في. انا بقرا سي في بركز في التفاصيل، يعني اللي هي responsibilities الشخص ده كان بيعمل ايه في المكان اللي هو فيه. التفصيلة اكتر من النجاحات اللي عملها فيه. لا، التفاصيل بتاعت الشغلانة هو بيعرضها ازاي. المهم جالي سي في عجبني جدا، انا السي في كان حلو قوي وهو ده. المهم عينت الشخص ده. ولما عينت الشخص ابتديت في فترة البروبيشن اللي هي ال3 شهور دي. انا عارف التفاصيل لأن في حاجات عجبتني، في تفاصيل عجبتني. فابتديت ادي تاسكس ليها علاقة بالتفاصيل دي عشان اشوف. طبعا الاوتبوت اللي جالي بقى، النتائج اللي جات لي ملهاش اي علاقة بالكلام اللي هو مكتوب في السي في بتاعه. فطبعا واضح ان هو كان حشو. هو كان بيحشي السي في عشان شكله يبان حلو، وان في تفاصيل كتير، وان في انجازات رائعة حصلت من الشخص ده. فطبعا ما ينفعش ان انا ابدا شغلي واخش مكان وانا بادئه بغش. ازاي يعني؟ فنصيحة، لما تحب تخش مكان تشتغل فيه، خليك واضح وخليك صريح وخليك على قد امكانياتك. اعرض امكانياتك، ما تستقلش امكانياتك حتى لو هم 3 سطور عادي، مفيش مشكلة. مش لازم تكتب صفحة بحالها من الانجازات، حتى السي في طويل اصلا شكله مش ظريف يعني. فخليك واضح وخليك صريح. واتكلم على قد امكانياتك. لان الشغل ده مش بايد اي حد، الشغل ده بايد ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.